كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد الصاد سميتو اسيان في افريقيا، وكيكون كيخطط يسرق واحد السيف من هاد الافارقه. هاد السيف كيكون عنده قيمه كبيره عندهم، واسيان ناوي يسرقو ويبيعو بثمن خيالي في اوروبا. ربط الحبل ديالو في راس داك التمثال ومشى باش يسرق السيف، ولكن بلا ما يقصد ضرب فيه بالجد وطاح على دوك الافارقه وبين راسو بلاصه التمثال. وهنا الافارقه يسحب ليهم بلي اسيان هو الاله ديالهم، وفرحوا كاملين وبداو كيسجدوا ليه. اسيان كان كيضحك عليهم، وهنا واحد من هاد الافارقه عاق بيه وكلهم هجموا عليه، واسيان بالخف ضربهم وسرق السيف وبغى يعلق ليهم، ولكن الافارقه كيشدوه وكانوا ناويين يدغدغوه. ولكن اسيان جبد واحد جوج كانيطاس، وحده شربها والثانيه رماها عليهم. وهنا الافارقه بغاو يقلدوه، ملي فتحوا الكانيط خرج فيهم واحد الدخان عماهم كاملين، وجاتو الفرصه فين يعلق، وبالفعل بروط ليهم. وواخا كانوا سابعينه قدر يوصل للطياره ديالو وهرب. والافارقه ملي شافوا الطياره تعجبوا من المنظر وسجدوا عاوتاني. المهم اسيان وصل لاوروبا، وهنا كنشوفوا واحد العصابه سميتهم عصابه الرهبان، وكيكونوا عارفين كل شيء على اسيان وعارفينه باللي كيسرق اي حاجه نادره. وكانوا كيخططوا يكلفوا اسيان باش يجمع لهم اجزاء ديال واحد الدرع مقدس عندهم، وكيكون مكون من 5 ديال القطع، ومنهم السيف اللي سرق من افريقيا. وهاد الرهبان كان عندهم 3 ديال القطع ومازال خاصهم جوج، وكانوا مخططين يسرقوا واحد البنت سميتها لوريل، حيت كانت خدامه مع اسيان في الفرقه الموسيقيه ديالو، وهكا غيخليوها ينفذ الاوامر ديالهم ويجمعوا كاع القطع اللي مازال خاصهم. وهنا العصابه كتمشي للبلاصه فين كتكون الفرقه الموسيقيه ديال اسيان، كيدخلوا وكيرونوها ديال بصح، وكيقتلوا كاع الناس اللي تم ديك القاعه، وكيخطفوا لوريل. والغد ليه كنشوفوا اسيان وهو حاط داك السيف اللي سرق في المزاد، وكان متفق مع واحد الصاد باش يطلع عليه الثمن. المهم بداو الناس كيتزايدوا عليه، والسيف وصل 150 ألف دولار. واسيان في هاد اللحظه قال لصاحبو صافي ما تزيدش تطلع في الثمن، وهاد المصرفق صاحبو كيسحب ليه قال له دوبل الثمن، وهو يطلعها ل 300 ألف دولار. وهنا اسيان تفقس مزيان حيت ما كاينش اللي زاد فوق داك الثمن، والناس كلهم كانوا ماشيين في حالهم. ولكن لحسن الحظ واحد البنت في اخر لحظه طلعت الثمن ل 400 ألف دولار. واسيان هنا عاد رجعت فيه الروح وباع السيف اخيرا. ومن بعد ركب الطوموبيل ديالو ومشى للوطيل اللي كان جالس فيه، وتم كيلقى بزاف ديال الرسائل من صحابو، ومع قراهم كيلقى صاحبو الين من الفرقه الموسيقيه ديالو كاتب له فاش توصل فيقني راني ناعس لتحت. ومع سمع هادشي هبط لتحت ولقى بالفعل صاحبو تم، وفيقو قال له شنو واقع. وهنا الين كيعاود ليه اللي وقع، وقال ليه بلي لوريل خطفاتها واحد العصابه وطالبين داك السيف اللي سرقتيه باش يطلقوها. واسيان قال له بلي انا السيف عاد بعتو دابا وما عنديش كي ندير. وهنا الين قال له قول لي بلي ما باغيش تعاونها وصافي. واسيان تعصب وقال له ما بغيتش، وزيدون هذيك خطيبتك انا مالي. الين واخا هكا بقى كيطلب اسيان يعاونو، وقال له الا ما عاونتينيش هما غيقتلوها واكيد انت ما غتكونش فرحان. وملي سمع هادشي بقى فيه الحال وقرر يعاون الين، وركبوا في طوموبيل ومشاو لدار الراجل اللي شرا السيف. وملي وصلوا للدار دخلوا وخداهم واحد من الحراس عند الراجل. فاش دخلوا قالوا ليه بلي حنا باغيين نشريو منك السيف اللي عاد شريتيه. وهو قال لهم بلي انا ما كنفكرش نبيعو بصراحه، ولكن انا عندي تحف بزاف الا بغيتو تقدروا تشوفوهم، ولا عجباتكم شي حاجه نتفاهم معاكم. ملي مشاو وراهم بزاف ديال التحف، ومن بعد ما ضربوا دويراتهم بغاو يقنعوا الراجل يبيع لهم السيف، ولكن الراجل رفض لثاني مره وقال لهم نتوما ضربتوا طريق طويله ومحتاجين ترتاحوا، وعرض عليهم يباتوا عنده. اسيان ما كانش باغي يبات، ولكن الين كان باغي يبات حيت كان ناوي يسرق السيف باش يعتق خطيبته. المهم الراجل رحب بهم وامر الرجال ديالو يهتموا بهم. وبالليل اسيان اكتشف الخطه ديالو وقال له اسمح لي ولكن انا ما غنعاونكش في هذا الشيء، ودخل ينعس. وفي واحد اللحظه واحد من الرجال جا وفيق اسيان في نص الليل، وملي مشى معاه كيكتشف انهم شدوا الين وهو كيحاول يسرق السيف. وفي هذه اللحظه كتجي البنت اللي شرات السيف في المزاد، وكنعرفوا انها بنت هذا الراجل وسميتها ماي. اسيان طلب السماحه من الراجل وقال له غير اسمح لي هذه المره وحنا غنمشيو في حالنا وما غتعاودش تشوفنا مره اخرى. ولكن الين قال ليه انا ما غنتحركش من هنا حتى ناخذ السيف معايا. في هذه اللحظه كيسمعوا صوت البوليس على برا، حيت الراجل عيط ليهم على البوليس. وهنا اسيان باش ينقذ صاحبو الين قال للراجل حنا محتاجين هذا السيف باش نعتقوا صاحبتنا لوريل اللي خطفوها عصابه الرهبان. وبدا كيشرح ليه شكون هما هاد العصابه، ولكن هذا الراجل قال ليه بطبيعه الحال ما غاديش نثيق في حتى واحد فيكم، وما كانش باغي يعطيهم السيف. ومن بعد نتوما طلبات منه يعاونهم ويعطيهم السيف، وهي غتمشي معاهم وغترجعهم اللي يساليو به. وهنا الراجل كيوافق حيت بنته عزيزه عليه بزاف وما يقدرش يخسر ليها الخطر. والغد ليه كياخذوا السيف
كينطلقوا باش يرجعوا لوريل. وملي كيوصلوا الين خدا السيف ومشى باش يعطيه للعصابه، واسيان وماي كانوا مراقبينه من بعيد بلا ما يحسوا بهم العصابه. وفي واحد اللحظه كيبان واحد من افراد الرهبان وكيوريه الصوره ديال لوريل وكيقول ليه زيد تبعني. واسيان هو تابعهم، شاف واحد من الرهبان كيسلم على واحد السرباعي وكمل طريقه. وخداو الين وملي وصلوا لواحد القنت وبداو كيقلبوا ليه الشكاره اللي على اساس فيها السيف، فتحوها وما لقاوهاش. وهذا الشيء كامل كان مخطط ليه اسيان. وفي ديك اللحظه كيهجم عليهم وكيبدا يضرب فيهم واحد مور الثاني وسخسخهم مزيان. وماي كانت حتى هي بواحد السنايبر كتسير عليهم من الفوق. وملي الرهبان شافوا القضيه حماضت ناضوا جريه وحده وبغاو يهربوا، ولكن اسيان والين بقاو تابعينهم وما مفكينش معاهم حتى كيوصلوا لواحد القنت. وهنا كيبان عدد كبير ديال الرهبان، واسيان والين في هذه اللحظه هما اللي ولاو هاربين وركبوا في طوموبيل وعلقوا. ولكن الرهبان حلفوا لا تفكوا معاهم وركبوا في طوموبيلاتهم وما كاين غير عفر. ومن بعد مطاردة طويلة اسيان والين وصلوا لواحد الجسر وتم الرهبان حاصروهم وكانوا شويه وغيصفيو عليهم. ولكن اسيان والين كان عندهم طوموبيل صغيره في قلب الكبيره وبها كيقدروا يهربوا للرهبان. وكتنفجر السياره ديال اسيان وكيموت عدد كبير من العصابه. وفي الليل كيرجعوا كلهم عند السرباع اللي سلم عليه واحد من الرهبان من قبل، واسيان عطاه فلوس باش يقول ليه فين مخبي لوريل. ولكن السرباع ردهم ليه وقال له بلي ما عارف والو. وهنا الين زادوا فلوس كثر والسرباع يبدل الراي ديالو، قال لهم بلي انا اللي كنعرف عليهم هو انهم كيجيو كل نهار اثنين، وبالفعل كيتسناو النهار اللي كيجيو فيه الرهبان. ومن بعد ما خداو داكشي اللي خاصهم كانوا راجعين في واحد القنت. اسيان والين كيخرجوا ليهم من الجنب وكيسلخوهم مزيان وخداو اللباس ديالهم باش يقدروا يوصلوا لوريل. ومشاو ركبوا في طوموبيل مع البنات. وهما غاديين في الطريق اسيان اكتشف باللي ماي تا هي متنكره وغاديه معاهم. ولسوء الحظ واحد من الرهبان شافهم وعرف باللي رهبان مزورين، ولكن بقى ساكت حتى وصلهم للمقر. وملي نزلوا الطوموبيل الراهب اللي كان معاهم مشى عند الزعيم ديالهم وقال ليه باللي جاو معنا شي دخلاء. وهنا الزعيم قال له غير خليهم انا غنتكلف بهم، وحط ليهم خطه. في هذه اللحظه اسيان والين كانوا كيقلبوا على لوريل وما خلاو فين قلبوا عليها، وبالصدفه كيشوفهم واحد من الرهبان ومع قرب عليهم شدوه دقدقوه بالخف وبدلوا القنت. اما ماي كنشوفوها كتسرق السوارد ديال كاع البيبان، وبالفعل شحت في هذا الشيء. اسيان وصاحبه وصلوا للبلاصه فين شادين لوريل، كانوا بزاف ديال الرهبان حاضينها وبالخف كيبداو يفرشخوا في كاع الرهبان وهما كيتقاتلوا. كنفهموا باللي هذه هي الخطه ديال زعيم الرهبان. كان ديجا خطر لوريل بواحد الحقنه وطلب من الناس تمشي مع اسيان والين وتسرق منهم السيف وتعاود تجيبوا ليهم. من بعد ما مسحوا الارض كرامه كاع الرهبان قدروا يفكوا لوريل وخرجوها وهربوا كاملين من داك القنت وركبوا في الطوموبيل اللي غترجع البنات للمدينه. وهنا كنشوفوا زعيم الرهبان كيشوف فيهم وعاجبو الحال. وبالليل ملي وصلوا للدار كانوا مسخسخين وكلهم مشاو نيشان ينعسوا وهما ناعسين. لوريل كتفيق وكتخبر الين تا هو وسرقات السيف منهم بلا ما يحسوا، وبالفعل دار داكشي اللي قال لها الزعيم. وفاش اسيان فاق كيلقى السيف تسرق ولوريل والين ما كاينينش. وهنا عرف بلي الرهبان هما اللي مور هاد الفعله. ديمارا الموطو ديالو وما كاين غافط، جريه وحده حتى للمقر ديال الرهبان ودخل واحد القنت من غير الباب. ومن بعد مده قدر يوصل لوريل والين، وهاد المره ما كيكونوش مبوقين. واسيان فكهم وبداو كيقلبوا على السيف باش يرجعوه للماي. وفي واحد اللحظه الين طاح في واحد الغار تم، وهاد الغار كيوصل للغرفه فين كيديروا الرهبان الاجتماعات ديالهم. ملي شافوه مطلوق عرفوا بلي اسيان جا باش يهربهم وشويه وكانوا غيصفيوها الين. ولكن اسيان كيخرج ليهم من الجنب وكيبدا يطيح فيهم واحد مور الثاني وكيقدر يخليهم يتراجعوا كاملين. وهنا الين ولوريل قدروا يهربوا. كيبدا بينهم قتال خطير، واخا اسيان كان بوحدو ولكن قدر يسلخ فيهم شحال من واحد. اللي كان كيقرب جهته كان كيطيح بسهوله وبرهان على انه مقاتل في المستوى. ولكن العدد ديال الرهبان كان كيزيد. هنا اسيان قرر يعلق وقدر يعلق ليهم وسد عليهم الباب. ومن بعد قدر يوصل لكاع اجزاء الدرع اللي عند الرهبان وبينهم السيف. ولكن زعيم الرهبان كان تم وشايف كل شيء وبغى يقنعو يخدم معاهم. ولكن اسيان رفض العرض ديالو وقال له انا ما غنخدمش مع واحد بحالك. وهنا الزعيم طلق عليه الراهبات ديالو. هاد الراهبات كيكونوا من اشرس المقاتلين اللي عنده واخا بنات، وكيبدا بينهم واحد الفايت خطير. وبالفعل هاد الراهبات كيكونوا مقاتلات بكل معنى الكلمه. واسيان بقوه السرعه والخفه ديالهم ما كان قادر يدير معاهم والو. وحده صدربوا من هنا والاخرى كتعاود له من هنا حتى طيبوه بالدق. وهنا اسيان حرفيا كيجهل، ورغم انهم 4 ومن اقوى المقاتلين قدر يشد معاهم
معاهم وبدا يسلخ فيهم وحده مور الثانيه، وبقى القتال بينهم داير لمده طويله. في الاخر قدر اسيان يقضي عليهم كاملين وحده مور ختها، ومن بعد قصد الزعيم باش يخلي ضربوه حتى هو. ولكن في هذه اللحظه كيبانوا كاع افراد عصابه الرهبان، وملي شافهم اسيان تصدم وضربها بجريه وحده وطلع عند الزعيم ديالهم، وهنا كيوريهم بزاف ديال الديناميت هزهم معاه، وباش يخلعهم كثار شعل في وحده العافيه وبقى كيستفزهم. ولكن لسوء الحظ العافيه كتشد في كاع الديناميت اللي عنده، واسيان بسرعه كبيره قدر يحيدهم من عنده وهرب. ولكن القنابل كينفجروا، كيبدا المقر كله يريب، كيبقى هارب حتى كيوصل للباب، ولكن كيلقى حافه عاليه بزاف وما عندوش كيف يدير ينقذ راسو. ولحسن الحظ الين ومايو ولوريل كيكونوا في واحد المنطقه طايرين، كيبداو يقربوا ليه باش يعتقوه. فاش قربوا مزيان اسيان نقز وقدر يطيح فوقهم مباشره وركب معاهم في المنطقه. وهنا الفيلم ديالنا كيكون وصل للنهايه ديالو. ما تنساوش لينا لايك وتشتركوا في القناه وشي كومونتير زوين، ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.